بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده اعمل معاكم احلى كشري. تمام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كنا رايحين البحر فاتفقنا يعني ان احنا نعمل كشري كتغيير يعني. ماشي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اذكروا الله الاول يا جماعه. كده ضربت الطماطم، عملت تسبيكه الاول بتاعه الصلصه بتاعه المكرونه يعني. ضربنا الطماطم كده كويس. ماشي، ونصفيها طبعا. خلاص، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نضربها كويس جدا. احط الطبقة التانية، الشفشق التاني، اسفة. ماشي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كده هنضرب الكمية كلها. خلاص اهو، كده فاضل حبة هما نعملوهم. اتفقنا انا اللي هعمل الغدا وهما يجيبوا الفطار. خلاص اهو. هنا حطيت في الحلة بقى ايه، شوية زيت كده ومعلقة صغيرة من التوم. ماشي، دوبك بس ايه يعني تصفر كده، متحرقهاش. خلاص، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هحط بقى الطماطم. ماشي، احط لها بقى البهارات بتاعتها واسيبها تتسبك. ملح، فلفل اسمر، شطة، شوية كمون، دي كزبرة. خلاص، هقلبها بقى كده ببعضيها واغطيها واسيبها. ماشي، اسيبها بقى ايه مع نفسها كده تاخد وتدي. خلاص، هعمل بقى اللي حواليا، اغطيها كده. ايه فاضل البصل كده، جبنا البصل اهو زي 2 كيلو كده من البصل. ماشي، احنا كلنا بنحب البصل بتاع الكشري. خلاص اهو، اقشره كده كله. انا كل مره بقطعه معاكم على ايديا بصراحه. متعب. المبشره بصراحه المره دي سهلت عليا جامد، جميله جدا بصراحه. هتشوفوا دلوقتي اهي. رقيق جدا وفي نفس الوقت بيبقى مقرمش، بيبقى جميل. ماشي اهي. كده خلصت الكميه كلها اهي. بصوا، رقيق وجميل جدا. هعمل ايه بقى؟ ماشي، هبص على الطماطم اهي لسه. طيب انا هنا بقى ايه، نعمل العدس اللي هو العدس بجبه يعني، اللي هو العدس الاسمر ده. ماشي، هحطه على النار. جبت نص كيلو كده وحطيته على النار عشان يتسلق. خلاص، وهنا معايا ايه عشان احمر البصل. حطيت برضو الزيت بتاعي معايا. ماشي اهو، سبت العدس يتسلق والصلصه على النار. وهنا برضو حطيت الزيت بتاع البصل. ومعايا بقى ايه، هعمل الدقه. خلاص، اللي هي الشطه يعني الحاميه. حطيت هنا معلقه من الثوم، شويه زيت، وحطيت معلقه من الثوم احمرهم كده يا دوبك بس تصفر. ماشي، حاولي برضو ما تحرقهاش. هجيب بقى كميه الشطه اللي انت عايزاها على حسب رغبتك، احطها بقى على كل دوت واحمره، حمصه كده. ماشي، افضل اقلب فيه كده لحد ما يتحمص. ماشي، واجيب خل. انا النهارده يعني استحبت كميه خل فظيعه. دي نص ازازه خل، وجبت كمان نص ازازه. يعتبر دول بس اخدوا ازازه خل. هتشوفوا دلوقتي اهو. وحطيت برضو على كوبايتين من الميه. هنا الزيت بتاع البصل كان لسه ما بيقدح. خلاص
احط بقى ايه الملح بتاعها، ملح بس، ماشي، واسيبها تغلي. حطيت كده كوبايتين من الميه واسيبها تغلي، ماشي. هنجيب بقى البصل اهوت في شويه دقيق، خلاص. الدقيق بيخليه ايه مقرمش اكتر، ماشي اهو. احط بقى اول طاسه كده من البصل. انا عملت اكتر من 5 6 طاسات، ماشي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا كانت الدقه خلصت. اشيلها بقى من على النار. اشيلها من على النار، اسيبها تبرد بقى عشان اعبيها في الازازه بتاعتها، ماشي. وهنا العدس طبعا بيتسلق معانا، ماشي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اقلب البصل كويس جدا في شويه الدقيق، ماشي. لازم ايه يتغلف كله بالدقيق، خلاص. افتحيه كده من بعض كده، افركيه كده يطلع كله من بعضه، ماشي اهو. اطلع كده اول طاسه. تفردي بقى ايه على منديل عشان يشرب الزيت كله، اللي هي بيبقى ايه بيبقى طالع مع الزيت مع البصل والحاجات دي. لازم ايه تصفي منه الزيت، ماشي اهو. لونه ايه اللي هو اللون الكهرمان ده، مش غامق ومش فاتح. وفي نفس الوقت لو غمق قوي هيبقى مر ومش هيبقى حلو، ماشي اهو. هنجيب كده الطاسه التانية، وحاولي على قدر الامكان ما تكتريش فيها عشان كله يبقى ايه لون واحد ويحمر بسرعه معاكي، خلاص. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لازم ما تسيبوش اللي هو متغلف كله بالزيت، اه، خلاص. هشوف بقى الصلصه كده يعتبر تمام، هي عايزه بس شويه صغيرين. العدس بجبه برضو كان طاب، ماشي. ما حطلوش ملح ولا اي حاجه لسه، خلاص. ده هي كده طابت. هحط له بقى ملحه بعد ما احط الملح غلوه واحده بس، اللي ايه عشان بس ياخد ويدي من ايه من الحدوقيه بتاعته، تمام اه. وهشيله بقى، انا اروح شطفاه وحطاه في مصفى وسايباه على جنب، خلاص اهو. هو كده كان تمام. هشيله، ماشي. احطه بقى بره ايه، اشطفه واحطه في مصفى واسيبه، خلاص اه. هنقل بقى الصلصه ديت هنا عشان العين اللي هناك ده عاليه شويه، احط عليها ايه البصل، ماشي. هي هنا الصلصه كانت تعتبر خلصت، كانت عايزه بس كمان غلوتين كده ولا حاجه، ماشي اهو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهي كده تعتبر كانت خلصت تمام. هي كده هشيلها بقى. يبقى فاضل عندنا كده ايه البصل، تكمله البصل، ماشي. وما عملتش لسه دقه التوم، خلاص اهو. هعملها دلوقتي برضو معاكم. دي كانت كده خلاص. هنطلعها بقى. حاولي خلي البصل كله لون واحد، ما تخليش حاجه غامقه او حاجه فاتحه، ماشي اهو. يلا حط كميه كمان. كتريش في الطاسه، حتى لو اتعمل معاكي على كذا مره مش مشكله. المهم انت ما تكتريش في الطاسه وما تبوظيش البصل اللي انت عاملاه كله، خلاص كده اهو. اطلع بقى الكميه. انا كل مره بطلع في الطبق بروح انقله في الحاجه اللي ايه المفروض ان هو يبرد فيها، يعني مش خلاص. هنا حطيت ميه المكرونه. هنا بقى ايه عشان الكبده بقطع الفلفل بتاع الكبده، خلاص. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. جبنا زي كيلو ونص كده من الكبده، وايه وظبطناه كده بقى عشان يبقى ايه بالمره كشري والكبده مع بعض، خلاص. حطيت شويه زيت كده حلوين معتبرين يعني، يا دوبك يقدحوا بس اهي. واروح منزله فيهم ايه الكبده. الكبده دي يا جماعه انا كنت جايباها متبله من عند الراجل نضيف جدا بصراحه،
ماشي، جايباها متبله يعني وايه ومتظبطه، هي بس مش محتاجه ايه غير شويه الخل وايه، وفي الاخر حبه الليمون وخلاص. ماشي اهو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنا بقى اعمل معاكم الدقه بتاعه التومه اللي هي الدقه والخل بس. ماشي. اهو اخدت بقى ايه بقيت الازازه، يلا بقى ايه اهو هحط عليها ميه برضو. هي هنا بتحتاج بس توم وملح وخل بس، مش بتحتاج حاجه تاني. في ناس بتحب تحط لها كمون، براحتك برضو. ماشي، حطيت لها كوبايتين من الميه، هقلبها بقى. بعد كده هعبيهم في ازازه، دي في ازازه ودي في ازازه وايه، وهناخدهم معانا. خلاص كده حطها كان تمام. هنا برضو حطيت زي نص ازازه كده، احنا بقى حاطين كميه كبده. خلاص اهو. هي كانت نشفت ومحتاجه ايه ان هي تاخد شويه خل، شويه ميه يعني، بس ما حطيتلهاش ميه. ماشي، او مش عارفه حطيت لها باين حبه، بس متهيألي لا ما حطيتش. حطيت الملح بتاعها. الكبده لما تيجي تعمليها حاولي على قدر الامكان ما تحطيش ميه، حطي لها شويه خل، شويه فلفل اسمر ما تكتريش عشان ما تغمقش، شويه كمون، شويه كزبره. خلاص. واقلبها بقى كويس جدا كده مع بعضها، واسيبها بقى ايه تاخد وتدي مع نفسها كده ان هي تطيب. ومجرد ما تنشف هروح حاطه لها ايه ال اسفل الفلفل بتاعها. خلاص. انا حطيت للشرب للمكرونه الملح. ماشي. اللهم صل على النبي اهو. هنا كانت زي 2 كيلو ونص كده من المكرونه اللي هي الطويله واللي هي الواسعه دي. خلاص اهو كده كانت طابت. اخدها بقى ايه، انا مش شطفتها كده وظبطتها. طيب دي هتقعد معانا يعتبر طول النهار. ماشي. اعمل فيها ايه، لازم تديها شويه الزيت دول. شويه الزيت دول تخليهم من اول معلقه لحد اخر مره، لاخر حاجه تاخدي فيهم يبقى مفرفر زي ما انتم شايفين كده. خلاص. مفيش حاجه هتعجن، مفيش اي حاجه. مش جربوها وهتعجبكم. لو انتوا واخدين كشري معاكم ولا اي حاجه اعملي زي ما بقول لك كده، تفضل من اول للاخر وهي مفرفعه. هنا بقى حطيت الفلفل. خلاص يا دوبك بس تاخد غلوه والتانية وخلاص على كده. ماشي. وبألف هنا وشفا. ماشي يا جماعه. كده يعتبر الاكل كله خلص. كان يوم جميل الحمد لله، عدى على خير الحمد لله. كده كانت طابت. والصحبه اهم حاجه، الصحبه الحلوه يا جماعه. بألف هنا وشفا اهو. كده كان منظر الاكل بعد ما خلص. بألف هنا وشفا. كنا عاملين شاي. متنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبألف هنا وشفا.